مع كامل الاسف، ماشي زعما خاسرين ولا شي حاجه، تعادل، ولكن صراحه انا كنت طامع بواحد الزيرو في هذا الشوط الاول، غاديين وكنصعبوا علينا المأموريه صراحه. نتمناو دابا بين الاشواط هو اللي الركراكي يجبد الودينات اللاعبين على حسب داك التضييع قدام الشبكه، راه مشكل هذاك التضييع، خاص يتلقى مع حل صاحبي، راه فينال هذا. نتمناو يكون خير ان شاء الله. المهم دابا بالنسبه للشوط الاول شنو داز، فاش البدايه ديالنا، المهم هذه القراءه، داك الشيء اللي بان لي انا، عطيوني نتوما الاراء ديالكم، حنا كنتناقشوا بيناتنا كما تنقول. في الاول تاع الماتش كنا دخلنا بديك القضيه ديال النعس في الدفاع ولعب على لاطاك، هذا البلان راه ما خدامش مع السنغال، حيت عندهم الوسط واعر، عندهم الهجوم واعر، حتى الدفاع هما متكاملين، فهمتي يعني تنعس لهم في الدفاع ويبقاو هما اللي شادين لك الكره. المحاوله الاولى الثانيه الثالثه راه بهذيك الطريقه راه يماركيو، ولكن كما شفنا التالق تاع ياسين بونو ضد ندياي اللي كان غادي يماركي داك البيت، وصراحه بونو تبارك الله حيد ديك المحاوله ماشي بي. المهم كاردها من وراها عاوتاني تدس واحد الفتره في الشوط الاول تما تبدل اسلوب اللعب تاع المنتخب المغربي، ولينا ديك الساعه كنلعبوا على الهجوم. راه اقوى وسيله وافضل وسيله للدفاع هي الهجوم، يعني خاصك تهاجم وفي نفس الوقت ترد البال مع الدفاع، اللي يكون شي كونتراتاك ديال الخصم، ترد البال اللي يلعبوا لك في الظهر ديالك، يعني مثلا شي مدافع يحط شي كره في الظهر ديال شي مدافع، ومعهم عندهم لاعبين سراع، ندياي ساديو ماني، عندهم لاعبين فرافر، هذا البلان نردوا معاه البال مزيان. ولكن الحل فين كاين؟ هو اننا نهجموا ولكن التالي تبقى تضيع. ان شاء الله خير.